انت دلوقتي ماسك موبايلك وبتتفرج على الفيديو ده. بس تخيل معايا انه الموبايل ده ممكن يكون سبب في انك تكسب اول فلوس في حياتك، في مهارات تقدر تتعلمها وانت في البيت من غير ما تدفع ولا جنيه واحد، وتبدأ تكسب منها من اول اسبوع. وعلشان اسهلك الطريق انا جبت لك مصادر مجانية من الاخر، وعايزك تركز معايا لاخر الفيديو علشان كل ثانية ممكن تغير حياتك. ويلا بينا نبدأ بأول مهارة وهي التصميم الجرافيكي. أول مهارة معانا النهاردة وهي التصميم الجرافيكي. أي صورة بتشوفها على فيسبوك أو أي إعلان وراه مصمم، بتقدر أنت كشخص تبدأ وتدخل على الكانفا بسهولة حتى لو ما عندكش أي خبرة. كانفا بيسهلك كل حاجة، ولما تتطور شوية مع الوقت بتروح على بوتشوب وتدخل وتصمم من هناك وتعمل كل الحاجات اللي أنت عايزها. بس بدايتك عايزك تدخل على كانفا اللي مش مدفوع، كانفا العادي، وتصمم. وكل التصاميم بيكون وراها مصمم، والمصمم بيصور من كانفا وهوب شوب وغيره. وعلشان تقدر تصمم انت محتاج مصدر ترجع له، والمصدر ده انا جايبه لك النهارده مجاني علشان تتعلم منه. كورسات كانفا على يوتيوب دي مجانية كلها فيديوهات. وعايزك تدخل على موقع فرتك.com علشان تاخد افكار وتتناول من هناك ملفات مجانية. المهارة التانية الكتابة والتفريغ الصوتي. يعني لو عندك أسلوب حلو في الكتابة أو حتى بتعرف تسمع كويس اكتب بسرعة، فدي فرصتك. في ناس بتدفع فلوس علشان تفرغ لهم فيديوهاتهم زي كده، أو تعمل لهم مقالات لمحتواهم للسوشيال ميديا. وعلشان تقدر تعمل ده كله انت محتاج مصدر، والمصدر برضه أنا جايبه لك مجاني، وهو إنك تدخل على موقع rev.com لو عايز تعرف ازاي بتشغل التفريغ الصوتي وتتدرب على الكتابة على مواقع كتير ومنهم جيرميناي علشان تطور من اسلوبك. ولو عايزين المواقع دي كلها انا طبعا سايبها لكم في الكومنتات، عايزك تدخل تكتب لي كومنت علشان اديك الروابط دي كلها. فاكتب لي علشان اديك الروابط دي بنفسي، لان انا بقدرش اضيف لكم المواقع دي كلها في الوصف بتاع الفيديو علشان لاسباب معينة وانتوا اظنكم عارفين ايه هي. فنفس ما قلت لكم، اللي محتاج اي موقع من دول يقول لي اسم الطريقة او اسم الرقم او اسم المهارة او الفكرة، وبإذن الله هديه الموقع اللي يقدر يرجع لها بإذن الله. أما المهارة الثالثة بقى وهي المونتاج. أي فيديو بيظهر لك على تيك توك أو يوتيوب إلا الفيديو ده طبعا حد بيشتغل على المونتاج. وانت كمان ممكن تبدأ بموبايلك وبتستخدم كاب كات أو في إن، أنا بستخدم في إن. بعدين تتعلم بريمير كمنتازيا علشان لو عايز تكون محترف. والمصدر المجاني ممكن ترجع له من اليوتيوب، ممكن تتعلم من اليوتيوب على كاب كات، وتطبيق كاب كات نفسه فيه دروس جاهزة. وفي ان كمان نفس الحكاية، وبامكانك ترجع لهم على منصة اليوتيوب وتكتب ازاي استخدم كاب كات، ازاي استخدم في ان، وتبدأ تستخدمهم. ولو عايزين شرح بسيط ليه مفيش مشكلة، انا والله اقدر ان انا هشرحه لكم، قادر ان انا اشرح لكم اي حاجة علشانكم انتوا بالذات. اما المهارة الرابعة وهي صناعة المحتوى الاجنبي. لو بتعرف شوية انجليزي او اي لغة تانية انت بيكون عندك كنز ذهب، فرصة ذهبية انك تكسب من الترجمة او تعمل قناة يوتيوب محتوى مترجم. في ناس بتكسب الاف الدولارات من تحويل المحتوى العربي الى الانجليزي والعكس صحيح. المصادر المجانية اللي انت ممكن ترجع لها وهي انك تستخدم موقع دبل.com للترجمة الاحترافية. وعايزك لو انت زيرو انجليزي تتدرب على مهارات اللغة من تطبيق دورينجو، اظني لا غنى عنه، الكل بيعرف دورينجو. المهارة الخامسة والاخيرة وهي ادارة السوشيال ميديا. الصفحات اللي انت كل يوم بتشوفها على انستجرام وفيسبوك في ناس بتديرها وبتقبض كل شهر من صاحبها. لو بتعرف تكتب كويس او تعمل تصميمات بسيطة او تنشر باوقات مناسبة، يعني عندك وقت فاضي، او انت شخص مثلا بتعرف تستخدم ادوات تصميم زي كانفا او غيره طبعا علشان تصمم القوالب وتنزلها وكده، انت عندك وقت فاضي علشان تنشر بالوقت المحدد، وعندك الحرية الكافية والفضاوة الكافية بحيث انك ترد على الناس وتعليقات الناس وغيره. انت كده جاهز تكون سوشيال ميديا مانجر.
المصادر المجانية اللي انت ممكن ترجع لها هي موقع https://ott.com. في كورسات مجانية جدا ومشاهدات، وتقدر تتدرب عملي على صفحتك الشخصية بالفيسبوك او انستجرام او حد من صحابك. تدريب، اسمع مني، تدريب انت ممكن تتدرب على صفحتك او صفحة حد من صحابك. تشوف ازاي. انت طبعا كل اللي محتاجه هو انك تنشر قوالب على الصفحة. الحاجات اللي انت محتاج تكون تتقنها: مهارة الاتقان، مهارة الكتابة، مهارة الرد على التعليقات. لازم يكون عندك مهارة الرد على التعليقات باسلوب محترف، تعرف تصمم قوالب، يكون عندك برامج خاصة بك تصمم بها القوالب، ويكون كمان عندك وقت كافي لنشر الفيديوهات والمقاطع والصور اللي صاحب القناة او صاحب المشروع يقدمها لك انت تنشرها، وتكون بتعرف تنشر منشورات على فيسبوك وغيره. دي كلها حاجات انت محتاج تتقنها علشان تقدر تنفذ إدارة السوشيال ميديا، تكون سوشيال ميديا مانجر. وفي النهاية كل المهارات دي مش محتاجة منك غير وقت وتركيز وشوية نية انك تبدأ وخلاص. فلوس كتير بتتوزع اونلاين، بس بتروح الفلوس دي للشخص المستعد. الفلوس بتيجي، ركز معايا، للشخص اللي شغال علشانها. ابدأ بمصدر واحد من اللي قلتهم لك فوق، واتمرن عليه اسبوع واثنين وثلاثة واربعة، وشوف الفرق بنفسك. وفكر دايما وافتكر انه اللي بيتعلم النهاردة هو اللي بيكسب تاني يوم بكرة. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشارك القناة وتشترك فيها علشان يوصلك كل جديد من رمز الفكرة. رمز الفكرة هي المنصة اللي بتجمع بين الإبداع، تطوير الذات، النجاح المالي. شكرا للجميع.